هل الرئيسوس فعلا بيعالج مشاكل زي قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر؟ وهل هو مفيد فعلا في قولون؟ هل هو مفيد فعلا في أمراض الجهاز الهضمي عموما؟ هل هو مفيد لمرضى الضغط؟ هل هو مفيد لمرضى السكر؟ هل هو مفيد لمرضى القلب؟ طب هو ليه أضرار كارثية فعلا زي ما هما بيقولوا؟ تعالوا النهارده في وصفة سهلة مع أحمد نتعلم ونعرف إيه المشاكل اللي ممكن تواجهنا من شرب الرئيسوس وإيه فوائده كمان. أهلا بيكم، دي قناة وصفة سهلة مع أحمد وأنا أحمد محمود. لو أنت أول مرة تتابعني لا ادعوك للاشتراك في القناه لو انت بتتابعني من على اليوتيوب، وتدعمنا بلايك وشير للحلقه لو انت على الفيسبوك عشان الناس كلها تستفاد من الحلقه دي. اول حاجه يا جماعه، العرقسوس ليه فوائد مذهله جدا وما نقدرش ننكره، وهو فعلا من المشروبات الرمضانيه المشهوره جدا في مصر والوطن العربي عموما. طب تعالوا بقى نعرف ايه فوائد العرقسوس. العرقسوس يعتبر يعني مشروب ملطف جدا للجهاز الهضمي، لانه بيعمل تهدئه لقرح المعده والاثنى عشر لو احنا عندنا قرح، وبيساعد في تبطين المعده وبيساعد في تلطيف الماده المخاطيه المبطنه للمعده والقولون. بس هو ما بيعالجش بشكل كامل، هو بيساعد في التهدئه. العلاج بتاعه بشكل كامل بياخد من 8 اسابيع ل 72 اسبوع. وتعالوا نعرف ايه بقى كمان فوائد العرقسوس. العرقسوس يعتبر من نباتات البقوليه. احنا بنستخدم العرقسوس، بنستخدم منه الجذور بتاعته وبتعملها مسحوق وبنستخلص منها الماده بتاعتها. طب تعالوا نعرف ايه المشكله بقى فيها. اولا هنقول فوائد العرقسوس. زي ما قلنا ان هو مفيد في الجهاز الهضمي، تهدئه الجهاز الهضمي وتهدئه القرح. تاني حاجه مفيد جدا للاكزيما وحبب الشباب، ان احنا ممكن نعمله زي لبخه، نعمله بزيت الزيتون او الميه، بنعمله زي دهان وبندهن بيه المناطق المصابه. فعلا بيساعد في التهدئه جامد جدا وبيساعد في علاجها. طيب ايه المشكله؟ مشكله العرقسوس في حاجه واحده بس، اللي هي الماده الفعاله بتاعته. اولا العرقسوس، نبات العرقسوس فيه 300 ماده فعاله، بس اكبرهم ماده الجليسرسين، وماده الجليسرسين هي اللي عليها المشاكل كلها وهي اللي عليها الكلام كله. طب ايه ماده الجليسرسين؟ ماده الجليسرسين ليها اكتر من خطر على صحه الانسان لو احنا استخدمنا العرقسوس بشكل خاطئ وبشكل فيه اسراف. ماده الجليسرسين بتعمل مشكله ان هي بتنزل من الجسم كل البوتاسيوم اللي فيه، بتنزله في البول طبعا، وكمان بتحبس الميه وبتحبس كمان الصوديوم. فاصبح ان ليها خطرين، وخطرين اشد من بعض. مشكله البوتاسيوم لما بينزل من الجسم بيعمل حاجه مشكله جامده جدا، ان هو بيأثر على الجهاز العصبي وبيأثر على كهربة القلب. فلو لا قدر الله عندنا حد مصاب بمرض في القلب او مصاب بقصور في كهربة القلب، ده هيبقى خطر عليه جدا. تاني حاجه، لو مريض ضغط لا قدر الله، انت حبست ميه وحبست صوديوم، يعني انت حبست الملح جوه جسمه وحبست الميه، اللي هم مشكله مريض الضغط، اللي هو مريض الضغط لازم ينزل الميه من جسمه. فاصبح ان كمان مريض الضغط ما ينفعش يشرب عرقسوس. طب اشرب قد ايه عرقسوس لو انا طب عندي مشكله في القولون وعندي مشكله وعايز لازم اشرب عرقسوس؟ في حاجتين، يا اما تروح للمكملات الغذائيه اللي فيها العرقسوس، ودي موجوده في الصيدليات، وهتلاقوا مكتوب على العلبه DGL اللي هو منزوع الماده اللي هي الفعاله اللي احنا قلنا عليها. او لو ان انت ما عندكش مقدره ماليه، فانت ممكن تشرب العرقسوس بس بحد اقصى كوبايتين في اليوم، والكوبايه ما تزيدش عن 220 مللي ل 250 مللي، ده اقصى حاجه. الاسراف في الحاجه بيؤدي لعكسها طبيعي يا جماعه، زي ما قلنا واتفقنا في كل حلقاتنا قبل كده. طيب في حاجه تانية للعرقسوس، في كمان محاذير تانية للعرقسوس بالنسبه للستات الحوامل. الستات الحوامل ما ينفعوش يشربوا عرقسوس في اول 3 شهور من حملهم، لان ده هيأثر على التكوين العصبي للجنين وتكوين المخ عنده، فده احنا في غنى عنه. فبلاش نشرب عرقسوس في فتره الحمل في 3 شهور الاولين. اشوفكم دايما على خير يا جماعه، ولو المحتوى بيعجبكم ما تنسوش تدعموا الحلقه زي ما قلنا بلايك وشير، وتكتبوا لنا تحت في الكومنتات عشان المحتوى يفضل مستمر ونفضل معاكم على طول. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.